The Rain. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ معكم الأخ تابعك مرة تانية من الرينج أكيد. حلقة جديدة من الرينج بودكاست. وعنوان الحلقة اليوم نصايح للرابر الصاعد لحتى نخلي الطريق ممتع ومليان حماس. أكيد الحلقة موجهة لكل الرابرز الصاعدين اللي لسه ببداية الطريق وبدهم نصايح لحتى تساعدهم يبلشوا. لكن طبعا ما رح نخليها نصايح جدية باردة، لكن بالعكس حنضيف شوية حماس، حنضيف شوية خلينا نقول نكت نضحك، لأن الحياة لازم يكون فيها كمان شوية ضحك حتى بالموسيقى. النقطة الأولى اللي حابب أنا أحكي عنها، أو النصيحة الأولى اللي حابب أنا أقدمها، هي صقل الأسلوب الشخصي. يعني صديقنا أو صديقتي، ركزوا على أسلوبكم الشخصي واسألوا نفسكم شو الشي اللي بيميزني، شو الشي اللي بيخلي الناس تسمع صوتي وتقول أها هاد فلان أو هي فلاني. ليش طبعا هذا السؤال، أو ليش هي النصيحة أنا حابب أوجهها؟ لأنه الجمهور رح يعرفكم من نبرة صوتكم ويقول والفلو طبعا، ويقولوا بنعرفه لهذا الشخص أو بنعرفها لهي، مو من تقليدكم لحد تاني. يعني مثلا خلونا نتخيل إنه أنت حبيت تعمل من نفسك نسخة مطابقة، أو حبيت مثلا تقلد حدا من الرابرز الكبار يعني عنا بسوريا، وعندهم جمهور كتير كبير. مثلا خلينا نقول فولكانو، الجمهور رح يسمعك ويقول ماشي، زادوا الفولكانوز فولكان، انه انت هون شخصيتك انعدمت، راحت اختفت مع تقليدك لفولكانو اكيد. او اذا اذا كنت صبية وحابة تقلدي أم، حابة تقلدي حدا تاني، مثلا من بلد تاني، مثلا صبية مصرية، رابر مصرية مشهورة، فالعالم راح تسمعك ويقولوا انه اوكي، زادوا آه، هدول زادوا فنانة جديدة او زادوا واحدة جديدة. لكن نحن ما بنعرف مين انت عن جد، ما بنعرف شو هي شخصيتك، ما بنعرف شو هي موهبتك، شو عندك لتحكيه. فصقل الأسلوب الشخصي هو شيء جدا مهم، وأول نصيحة أنا حابب أحكيها، وأهم نصيحة حاليا، أو أهم نقطة أنا حبيت إني ببلش فيها هي الحلقة. النصيحة الثانية هي اختيار الكلمات يلي بتعبر عنكم، والكلمات الصادقة. هي لأن بصراحة يعني هي أهم شيء. يعني من الآخر الراب بيقوم على الكلمة والصدق اللي فيها. مثلا خلينا نقول نشوف حياتنا، نشوف واقعنا، نشوف نحن شو عم نعمل كل يوم، شو عنا، شو بدنا نحكي، عن شو بدنا نحكي. فخلينا نقول بين قوسين، جمهورك لما بده يسمعكم بده يسمع قصة حقيقية وملموسة، مو مجرد جمل متراصة. يعني احنا ما نكتب كلام مشان يكون موزون، مشان والله نشتغل رايم سكيم، مشان نشتغل سطر قوي. لكن نشتغل شي مشان يكون في إله معنى. وهون رح نكتشف انه الكلمات الصادقة هي اللي بتخلي الناس يتابعونا وينبسطوا بس يسمعونا. كأنه كمان احنا عم نحكي الناس عن حياتهم، عن واقعهم الشخص اللي هن عم يعيشوه. لأنه لما نحكي نحن عن واقعنا بصدق، بلغة صريحة واضحة ودايركت، طبعا أكيد مع التركيز على الرايم سكيم، على الأساليب الفنية وإلى آخره، فنحن هون بنحاكي الناس نفسها اللي عم تسمعنا، وعم نحاكي واقعهم. النصيحة الثالثة اللي أنا حابب أحكي عنها، واللي هي كمان جدا مهمة، واللي هي التدريب المستمر، التدريب اليومي. وأهم تدريب هو على الأداء الصوتي. خلينا نقول هاي الفكرة ممكن تحولكم من رابر صاعدين، رابرز عاديين، لرابرز بيعملوا حفلات، لرابرز بيعملوا بيطلعوا على، خلونا نقول على البث المباشر، على الانستغرام، على الفيسبوك، التيك توك الى اخره، بيشغلوا المايك، بيشغلوا البيت وبيحكوا مباشرة. فالتدريب على الاداء الصوتي هو جدا مهم. فتخيل حالك مثلا عم تسجل اول مقطع الك او الك، لكن في عندكم مشكلة صغيرة، واللي هو انه الصوت عم يطلع كأنه نحن عم نحكي مثلا فاصل اعلاني فرضا. لا يا قلبي،
الراب بده حماس وشوية دراما بالنبرة، حتى أي نوع موسيقي تاني بده حماس وبده دراما وبده نبرة وبده كاريزما وبده حضور وبده شخصية وأسلوب أكيد خاص فينا. يعني نخلي الصوت يوصل لقلب المستمع قبل إذنه، شوية غموض مع النبرة، شوية تفاعل مع النبرة، شوية حدة مع الكلمات، وخليهم يعيشوا معنا القصة حرف حرف أو سطر سطر. كمان نقطة مهمة أنا حابب، أو نصيحة مهمة أنا حابب إني أقدمها، هي أساسيات الهندسة الصوتية. خلينا نقول يعني هلا نحن هون عم نحكي عن شيء ممكن الكل يقول أو الأغلبية تقول إنها تقنية، إنه هذا موضوع تقني، هذا موضوع ممل. بس والله العظيم هذا موضوع جدا مهم، وحياة أختي إنه فهم الأساسيات تبع الهندسة الصوتية شيء جدا جدا مهم. لازم نعرف كيف نعدل الصوت بليرة. وطبعا مو مشان نحن والله نطلع بالاخير الستارز يعني الكبار ما بعرف مين، لا، لكن على الأقل يعني علشان مشان العالم تسمعنا بوضوح يعني. يعني مثلا نجرب نعمل شوي، نتعلم شوية ميكسينج، نتعلم شوية ماسترينج، نتعلم شوية افكتس يعني انتوا بتقولوا له فلاتر. وكيف الواحد بيستخدم هاي القصص، كيف واحد بيعمل شوية إيديت يعني شوية ميكسينج، مشان نطلع كأنه نحن يعني بالنهاية كمان عم نسجل شيء بطريقة احترافية. ولو انه نحن ما عنا هي الخلفية الواسعة، الخلفية الكبيرة عن موضوع الهندسة الصوتية، لكن شيء منه ولا كله يعني. فهمتوا علي شلون؟ وحتى لو كان تسجيل بأدوات بسيطة يعني. شيء تاني أنا حابب أحكي عنه هو التواصل مع الناس يلي عندهم نفس الاهتمام. يعني نحن هون، أو أنا ما بدي لكم والله نبلش بالنتوركينج، أكيد لا، لأنه هون ممكن رح يكون، أو رح يكون هون الموضوع جدا رسمي جدي وتقيل شوي. لكن يا جماعة خلونا نشوف ناس عندها نفس الشغف، يعني نتواصل مع مثلا مع رابرز وبرودوسرز اشتغلوا او عم يشتغلوا، او حتى رابرز يعني مبتدئين الى حد ما، خلينا نقول، او افضل منا بدرجه. نشوف كيف ممكن نتعاون معهم، كيف نحن ممكن نستفاد من بعض حتى. في مثل بيقول الحياة بدون صحبة مثل الراب بدون بيس. فالتواصل مع الناس اللي عندها نفس الشغف او نفس الاهتمام هذا شيء جدا مهم. نصيحة تانية أنا حابب أقدمها هي الصبر وبساطة الخطوات. طبعا الصبر هو مفتاح الفرج مثل ما نحن بنقول. والنجاح مو بالأمر السحري يعني. أو حتى أنه ممكن واحد يقول نحن لحتى ننجح بدنا نعمل دعاية، بدنا نعمل إعلان، بدنا نعمل ترويج، لازم نكون مشهورين، لازم ما بعرف شو. أكيد لا، لأن ما في شي بيصير بلحظة. طبعا ما عدا مخلفات التيك توك يعني. ممكن الواحد يصير مشهور ب5 دقايق، ما اختلفنا. بس إذا بدك تصير مشهور ب5 دقايق، صور حالك على التيك توك وانت عم تاكل وتطلع أصوات تفقيش بحناكك، ممكن تجيب 5-6 مليون فيو يعني. هيك شغال العالم يعني، إلى الهاوية ونستمر. لكن إذا بدنا نحكي عن موضوع النجاح الموسيقي، النجاح نحن ك ناس بدها تشتغل شي حلو، بدها تشتغل شي ظابط، فنحن لازم أول شي نشتغل على حالنا بطريقة صحيحة. لازم نصبر، لازم نتعلم شغلات جديدة كل يوم، لازم نشوف عالم نكتسب منهم خبرات، لازم نكون لنفسنا أسلوب شخصي. وخطوة خطوة تكون خطواتنا جدا بسيطة، ما نطلع السلم نط قفز، وإنما حرفيا خطوة خطوة، درجة درجة. ومع الوقت كل شي بيصير. وانا ما عم اقول انه ممكن والله خلال اول سنتين يكون عندك مثلا 1,000,000 مشاهدة، 2,000,000 مشاهدة. الموضوع بده فعلا صبر يعني. في عالم مشهورين عنا بالصين، اوكي، وعندهم خبرة بالموضوع وبيشتغلوا من كتير زمان، ما عم يجيبوا 1,000,000 مشاهدة او حتى نص مليون او 300,000 مشاهدة مثلا كل مرة على كل فيديو. وهدول بيشتغلوا صار لهم زمان كتير يعني. فالموضوع بده صبر وبده مثابرة، لأن
هدول هن الاشياء اللي ممكن او اللي اكيد رح يوصلونا للشيء اللي نحن بدنا اياه. وبعدها بعدين اخر شيء ممكن يجي الدفع، الاعلان، الترويج، الدعاية الى اخره. بس نحن لازم نمشي خطوة خطوة، لازم نصبر. كل يوم نتطور بمقدار بسيط، بمقدار صغير، وكل يوم نحاول نكون أفضل من اليوم اللي قبله. يعني احنا خلينا عم نتطور ونتعلم ونستمتع بالرحلة أكيد، لأن النجاح جدي هو الطريق ومو بس الوصول للهدف. يعني هذا الشيء أنا اللي برسمه لإلي. خلينا نقول بحكي، خليني أحكي عن حالي. يعني أنا هذا الشيء اللي دائما بحطه هدف إلي، أو بحطه بالنهاية الغاية إلي بأي شيء بدي أعمله بالحياة. إن كان موسيقى، إن كان حتى لما بتفوت على المطبخ أطبخ شيء قصة مثلا. فالصبر والمثابرة والتدريب المستمر هي مفاتيح النجاح بالتأكيد يعني. فهذا حاليا أنا كل شيء، أو هي النصائح اللي أنا حبيت إني أقدمها اليوم ل... للكل. خلونا نقول الحلقة حتكون اليوم قصيرة. ما راح يكون في كتير مواضيع متشعبة احكي عنها، وانما حبيت اني شارك معكم شوي من تجربتي، بعض النصايح اللي انا استفدت منها وبعدني عم استفاد منها، اللي مشيت عليها وبعدني عم امشي عليها. بلكن احنا كمان منساعد بعض بأي وسيلة. فإذا عجبتكم النصايح اليوم لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم اللي عم يفكروا يدخلوا هالعالم هاد وبدهم يشتغلوا موسيقى كمان مثلكم، وخليهم يعرفوا إنه في مجال للمبدعين وللصاعدين. أنا كنت معكم الأخ تابعك الألماني أب مالك، The Podcast Ring. بشوفكم الحلقة الجاية. إلى اللقاء.